Hello, welcome to Talks with إسراء. أنا عملت الماتشة بتاعتي وانت كمان اعملي حاجة سخنة وتعالي نتكلم شوية. النهاردة هحكي لكم على قصة بتحصل لي وبتحصل لكم وبتحصل لناس كتير قوي. من حوالي سنة تقريبا كنت ما بصدق ان بنتي تنام واجي بقى اجيب اكل واقعد اكل. والله حتى من قبل الجواز والخلفة كان دايما وانا راجعه من الشغل لازم كده اجيب كيس حلويات مليان شوكولاته بقى وشيبسي وكوكيز واقعد بقى انسى هم اليوم خالص واقعد اكل واطلع كل مشاعري في الاكل. وطبعا وزني عمال يزيد الى ما شاء الله، فما كانش ينفع بقى ان اسيب نفسي اكتر من كده. وقلت لنفسي طب خلاص تعالي نشوف المشكله ايه سببها علشان نعرف نحلها. قعدت بقى عملت الريسيرش بتاعي ولقيت لكم بقى ان اول سبب انا ليه بجوع بالليل هو اني ممكن اكون في خلال اليوم او في النهار مش بدي جسمي اكل كفايه او مش بديله عناصر غذائيه كفايه تحسسه بالشبع. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ممكن اكون مش بدي جسمي بروتين كفايه فساعتها بحس بجوع بسرعه، او مش بديله كربوهيدرات كفايه فبيكون في مخازن الطاقه بتاعتي قليله قوي فبتجيلي في صوره ان انا عايزه اكل سكر بالليل، او ممكن اكون مش بديله دهون كفايه فكده ساعتها هرموناتي هكون مش متظبطه. فدي اول حاجه اهتميت بيها، قلت انا هخلي اكلي 50% منه مثلا كربوهيدرات، 30% بروتين، 20% دهون صحيه. وبدأت ان انا اكل مظبوط جدا وبلعب بقى رياضة واشيل اوزان وحاجة في منتهى العاش فادي عاش. وبعد ما ظبطت اكلي وكل حاجة اجي الاقي نفسي بالليل نفس الحاجة بالظبط، بجوع وبنهار على الاكل. فده وداني للسبب التاني. بعد ريسيرش اعمق شوية لقيت اني ممكن اكون خلال اليوم برضو مش بدي الاكل يحسسه بالرضا او يحسسه بالساتسفاكشن. فقلت خلاص انا هشوف ايه الاكل اللي انا بقعد اكله بالليل ده وهبدا ادخله في الوجبات بتاعتي. لو انا مثلا بالليل بقعد اكل شوكولاته كتير هبدا ان انا ادخل شوكولاته في الوجبات بتاعتي، ومش اللي هي الشوكولاته الدارك برغم ان انا يعني بحب الشوكولاته الدارك، لا هدخل هي الميلك شوكولاته العاديه خالص اللي فيها سكر، هبدا ان انا اكلها مع الوجبات بتاعتي. فبدات اعمل الكلام ده فعلا. بلاقي برضو نفسي ان انا اخر الليل نفس الكلام بيجيلي جوع وعايزه ان انا اقعد اكل. انتوا جايبيني تهزقوني بقى ولا ايه؟ فده خلاني اقعد اعمل ريسيرش مرة كمان واوصل للسبب الثالث. لقيت ان انا في خلال النهار مش بدي لجسمي اي وقت يحس فيه بالراحة غير وهو قاعد بياكل. فجسمي ربط ما بين ان الراحة هي وقت الاكل، فلما بيجي بالليل بيكون تعبان ومرهق وعايز يحس بالراحة بيطلب مني ان انا اكل علشان يحس بالراحة، مش عشان هو جعان مثلا ومحتاج عناصر غذائية، لا لان انا مهتمية اوريدي بان انا بديله عناصر غذائية كفاية، بديله كمان ساتسفاكشن من الحاجات اللي هو بيحبها. لكن الحاجة اللي ناقصاه هو ان يكون في فترات في اليوم بحس فيها بالراحة ما تكونش مرتبطة بالاكل خالص. فبقيت خلال اليوم لازم كده اخد بريك اقعد فيه ما بعملش حاجة. ممكن اقعد ان انا اعمل تمارين تنفس، اعمل تمارين تهدئة الجهاز العصبي، اقعد ان انا اعمل فيه رياضة خفيفة مثلا تكون مش بتعلي الكورتيزول، يعني مش هشيل اوزان مثلا ولا هعمل كارديو، لا همشي مشي خفيف. ممكن اعمل يوجا، اعمل مديتيشن، ممكن اقعد اقرا. المهم ان انا هاخد بريك يكون في جسمي بيحس فيه بالراحة، ويكون البريك ده ملوش اي علاقة بالاكل خالص. مش منطقي نبقى قاعدين طول اليوم مسحولين في شغل، في تنظيف بيت، بنجري ورا العيال والزن بتاعهم ويكون مفيش حتى 5 دقايق بناخد فيها بريك لنفسنا. اقعدي كده قاعده كوزي، اعملي حاجه دافيه، اقعدي اعملي تمارين تنفس، اقعدي اقري، اقعدي اعملي جورنالينج، طلعي كل الحاجات اللي جواكي، كل الحاجات اللي عملتيها وكل الحاجات اللي عايزه تعمليها عشان تفضي الوش اللي جوه دماغك. لما بقيت بعمل ال3 حاجات دول بطلت فعلا ان انا اكل بالليل. فطبقي ال3 حاجات دول، واهمهم بجد النقطه الثالثه دي اهم واحده فيهم لازم تعمليها، ابدأي بيها اصلا. كلي اكل خلال اليوم بيكون بيغذي جسمك، كلي اكل يكون بيحسسك بالساتسفاكشن او الرضا او السعاده اللحظيه تكوني بتحبيه، وخلي في خلال اليوم بريك بتاخدي فيه راحه لنفسك اللي هو بنسميه المي تايم، ما يكونش ليه علاقه بالاكل. برضو اهتمي بشرب الميه لان الجسم مش بيقدر يفرق ما بين الجوع والعطش، فاشربي كميه ميه كويسه مناسبه لجسمك. ممكن برضو تجربي ان انتي تاخدي الكترولايتس، دي بتكون موجوده في الصيدليه، بتحطيها على الميه بتاعتك وبتشربيها، بتديله املاح ومعادن مهمه بيكون محتاجها برضو. لو افترضنا بقى ان بعد ما عملتي كل الحاجات دي برضو بتيجي بالليل بتحسي بالجوع، هتعملي ايه بقى؟ ده معناه ان انتي جعانه فعلا ومحتاجه تاكلي، بس ساعتها بقى هتعامل مع الجوع ده بذكاء. مش هدي لجسمي سكريات، هو مش محتاج الطاقه دي بالليل، انا خلاص بهيئ نفسي للنوم. هديله اكل يكون سهل الهضم ويكون في نفس الوقت بيحسسه بالشبع، زي ان انا مثلا اخد شويه زبادي يوناني، اخد جبنه قريش على رايس كيك مثلا، اخد فاكهه، اخد قطعه دارك شوكليت. المهم ان انا هديله اي حاجه تكون حسسه بالشبع ولكن تكون ما فيهاش سكريات عاليه.
الوقت بتاع بالليل ده انا مفروض بكون بهيئ فيه جسمي ان انا ادخل انام، علشان اصحى تاني يوم اكون جسمي مرتاح، حس بالراحة في خلال النوم، عشان يبدأ ان هو يعيد نفس الحاجات اللي هو بيعملها تاني ويكون عنده طاقة. فانا مش هديله اكل تقيل اخلي جسمي طول الليل قاعد مشغول في ان هو بيحاول يهضم العك اللي انا اكلته، لا انا هديله حاجات خفيفة علشان يبدأ ان هو يهضم الاكل اللي هو اكله طول اليوم، وما كنش حتى جسمي تحت ضغط، فاصحى من النوم اكون مكسره كاني ما نمتش خالص. ممكن بالليل اشرب حاجه دافيه تبدا ان هي تساعد جسمي ان هو يهضم الاكل واحسن بيها جوده النوم، عشان اصحى تاني يوم اكون حاسه فعلا بالراحه، ما اصحوش مكسره كاني ما نمتش. الفيديو ده هينزل يوم عيد ميلادي، فانا حابه ان انا اقول حاجتين. اول حاجه حابه اقول لكم ان انا ممتنه جدا لوجودكم، مبسوطه جدا برد فعلكم على الفيديوهات، ومبسوطه ان الكوميونتي بتاعنا عمال يكبر كل يوم اكتر. تاني حاجه انا سعيده ان انا خدت خطوه اليوتيوب دي اخيرا قبل عيد ميلادي، واخدت برضو خطوة تانية كبيرة هكلمكم عنها في الفيديوهات الجاية، لان انا حابة برضو ان انا اديكم فيها شوية تبس ازاي تعملوها انتوا كمان. ممكن تخمنوا في الكومنتس هي ايه. هي عامة حاجة ليها علاقة بان انت تكون عايش في بلد اجنبية. ما تنسوش بقى تعملوا سبسكرايب ولايك وشير والحاجات بتاعت اليوتيوب دي، وبس كده اشوفكم الفيديو الجاي.